النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقة السمك الصيادية، والسمك الصيادية ده له طريقة واحدة بس بتتعمل بيه صح، وهي ان البصلة هتتعمل بالطريقة اللي هقول لكم عليها اثناء الفيديو. لكن كل الطرق اللي بتتعمل دي طريقة مش صحيحة خالص للسمك الصيادية. تعالوا بقى نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من البصل، قشرته من القشر كويس وغسلته وقطعته قطع بالشكل ده، وحطيه بقى في الكبة كبيرة عشان ياخد الكمية كلها. تقدري تعملي لغاية 5 كيلو وتخزنيهم يفضلوا معاكي السنة كلها أو سنتين كمان. بينفع. بصوا قطعته بقى بالشكل ده قطع صغيرة، وبعد كده جبت ووك وحطيت بقى فيه كمية كويسة من الزيت. نزلت بقى كمية البصل كلها، ولو كتير تقدري تعملي لغاية 5 كيلو. تنزلي بقى بالبصل لغايه ما يبدا يلون. لما يبدا يلون هدي عليه النار. طبعا انت بتنزليه على نار عاليه وبيكون الزيت سخن جدا اول ما بتنزلي البصل. وبعد كده لان طبعا البصل بينزل ميته، اما يبدا يلون اللون بتاعه، يديك اللون الذهبي كده الفاتح. هدي بقى عليه النار شويه وسط بالشكل ده، خلي النار وسط يعني عشان لو واطي قوي هيشرب الزيت كله. خلاص بعد ما يوصل بقى للون ده، هاتي مصفى حطيها في حله وحطي البصل بالزيت كله وصفيها. والزيت اللي هيطلع ده زي ما قلت لك مش هيترمى، هتحتفظي بيه وهتعملي بيه حاجات كتير. يعني هنا عامله كميه البصل صغيره، يعني كيلو او كيلو ونص تقريبا بالنظر كده. فكميه الزيت دي انا هعمل بيها الرز، ولو زياده هشيل منها. خلاص بعد ما تصفى وبرد هجيب بقى الكبه بتاعتي وهحط فيها البصل علشان اطحنه. بصوا بالشكل ده، وهقول لكم بقى طريقه طحنه ازاي، لان مهمه قوي طريقه الطحن بتاعت البصل دي. ليها تكنيك كده معين لازم تطحني بيه علشان يطلع مظبوط. مليت الكبه لغايه ما اتفرم شويه كده، تقومي تكملي عليه تاني. ما ينفعش شويات البصل اللي بتاع الصياديه لازم يكون مالي الكبه، عشان كده انا ما عملتهوش في الكبه الكبيره، لان هيكون شويه صغيرين وهيتنطور كده في الجوانب ومش هيطحن كويس. لكن هنا كل ما بيقل بحط كميه البصل الباقيه، وفي الاخر بطحنه كله لغايه ما يوصل عصير زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. بقى معايا عصير بصل اسود زي ما احنا شايفين كده، يعني ما يبقاش فتات، علشان لما تيجي تعملي السمك الصياديه ما يبقاش فيه فتات كده وانت بتشربي الشوربه، او كمان ما تكونيش محتاجه ان انت تصفيها، فبتحطيه بيبقى عباره عن عصير. تعالوا بقى نعمل الرز مع بعض. جبت الحله ومعايا بصلتين وسط، قطعتهم كريهات، حطيتهم لغايه ما وصلوا لدرجه اللون البني الفاتح. نزلت ب3 طماطميات صغيرين، لو كبيره كفايه واحده، او وسط يبقى 2 بالشكل ده. حطيت البهارات بتاعتي بقى، عبارة عن رشة من الكمون بسيطة، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، معلقة صغيرة من الكركم، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة، ربع معلقة من القرنفل. حطي أي بهارات بقى أنت تحبيها تكون خاصة بالسمك. خلاص. حطيت بقى الرز وهحمر بقى الرز كده لغاية ما اسمع صوته. هنزل بالمية، دول معايا 2.5 كوباية من الرز. هنزل بقى بالمية اللي هتغطي الرز معايا. ما ننساش زي ما قلت لكم تحطوا القرفه والقرنفل، لان القرفه والقرنفل بيخلوا طعم الرز الصياديه ده بيكون حلو جدا جدا. خلاص بعد ما غلي هديت عليه النار وتشرب كده، هديت عليه النار وبدات اوسع من الجوانب عشان يستوي كله فوق زي تحت. تعال بقى نعمل السمك الصياديه. جبت حله وحطيت فيها ميه، ما فيهاش اي حاجه خالص غير ميه، سبتها تغلي ونزلت بمعلقه بصل. بصي بقى تقدري تتحكمي في اللون الحلو بقى كمان في تفريز البصل ده، انك بتقدري تتحكمي في اللون اللي انت عايزاه، ما بيطلعش معاكي صدفه زي ما انت هتحمري البصله تبقيش عارفه دي مظبوطه او مش مظبوطه. خلاص. ده غير انه بيريحك طبعا زي ما قلت لك طول السنه. يعني انا حطيت معلقه، بعد ما غليت اتلاقيته محتاج تاني، رحت حاطه معلقه كمان تانيه بالشكل ده لغايه ما اوصل للدرجه او التقل للسمك اللي انا عايزاه او لون الميه اللي انا عايزاه. انا حطيت بقى هنا في ميه الصياديه دي ظبطت الملح بتاعي، وحطيت رشه من القرفه ورشه من القرنفل، مهم جدا بيخلي طعمها حلو قوي، ورشه بسيطه جدا من الكمون. خلاص. وبهار السمك كمان مهم جدا. حطي كمان ربع معلقه صغيره واحده من الطماطم، وشيلي الجزء اللي فوق وقطعها 2
وحطيها في الشوربه، سيبيها تغلي معاها شويه بقى، يغلي كل الحاجات دي مع بعض شويه. ومعايا بقى واحده برايه قطعتها كده طرنشات زي ما احنا شايفين، طبعا غسلتها كويس وبعدين نزلت بيها في الميه بعد ما غليت شويه بالمكونات اللي انا حطيتها. ما ننساش انا حطيت نص معلقه سكر كمان عشان يخلي طعمه حلو. ونزلت بقى بكل الكلام ده ولغايه السمك ما يستوي، وهنشيله بقى نشوفه مع بعض. يبقى انا كده عملت دي السكرات ده، وعملته بوله بالشكل ده. ودي السمك، افضل سمك تعملي بيه السمك الصياديه، اول حاجه الوقار، وده طبعا ما بقاش موجود دلوقتي، نادر جدا. تاني حاجه القاروص، تالت حاجه البوري. دول افضل انواع تعملي بيهم الشوربه الصياديه، بجد بتكون خطيره جدا. يعني مهم نوع السمك. تعالوا بقى اول حاجه نغرف الشوربه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مش سودة بقى ولا غامقه ولا فيها فتات بصل. وانا طبعا زي ما قلت لكم انا ما صفيتش الشوربه، علشان كده عصير البصل ده بيطلع الشوربه بالشكل ده، بتكون بجد جميله جدا والطعم مختلف قوي، غير لما بتحمري البصل او بتشيلي البصل ترميه. مع بعض احلى شوربه الصياديه والسمك الصياديه. وكمان عملنا الرز الصياديه. تقدري تعملي الرز الصياديه بنفس طريقه السمك اللي عملته، يعني تحطي ميه وتحطي معلقتين بصل وتحطي الرز، لكن انا هنا علشان حابه ادخل فيه الطماطم، فعلشان كده ما عملتهوش بالبصل ده، عملت الرز بصله لوحده. لكن تقدري تعملي نفس طريقه السمك بالظبط، اللي هو تحطي ميه وتحطي بصل وبعد كده تحطي الرز. يبقى عملتي الاتنين بالبصل الصيادية اللي عملناه مع بعض. شايفين بقى الجمال، السمك طري وجميل قد ايه مع الرز، بجد اكلة تحفة جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.